أليس الحبيب أخبرنا أن النامصة من النساء ملعونة بنص السنة؟ ما هو النمص؟ إزالة شعر الحاجبين. لماذا إذا أزالت المرأة شعر الحاجبين ورسمتها متقوسة أو مقرنة باتت ملعونة بنص الحديث النبوي؟ لأنها تقول لربها: يا رب ما أحسنت كل شيء خلقته، وأنا الذي سأحسن الخلق، واسمح لي في المشغل أضبط خلقك اللي ما استطعت أن تحسنه. أعوذ بالله، أهذا لي؟ ولذلك يأتي الشيطان لبعض النساء تقول: لا، شقري، التشقير وليس النمص، والنمص ابن عم التشقير، لأن التشقير لون ورسم بصبغة، والنمص إزالة وصبغة، وفي النهاية هو تغيير لخلق الله. ما تلاحظون بناطيل الاسترتش والميني جب والكت والصدور الطالعة والظهر الطالع والنمص وغيرها، التعري في عالم النساء، الشانيل ولا يوجد مكسي في الأسواق. لماذا هذا العري في سوق ملابس النساء؟ إنه والله كيد الشيطان، يريد أن يخرج العورات، يريد أن يهتك الستر، يريد الأمة أن ينكسر طوق حيائها. ما تلاحظون بعض النساء تلبس عباءة ب1000 ريال؟ عجيب، إذا العباءة مزركشة ب1000 ريال، إذن هي لابسة إيش؟ لابسة قميص ب30 ريال وحاطة عليه عباءة ب1000 ريال. أنا لا أدري ما الذي يستر الجمال، أهي العباءة أم ما تحت العباءة؟ ما الذي قلب موازين العباءات؟ ومن الذي كحل العيون وظللها ووضع الرموش الصناعية والظل فوق الأجفان، والمسكرة التي تمد الرموش، والعطر الذي ينفث في أنوف الرجال؟ إنها وسائل الشيطان، حتى لا يبقى رجل إلا زنت عينه أو أنفه، ولا تبقى امرأة إلا مالت أو أمالت. إنه الشيطان عندما وسوس لأبينا آدم ليبدي له سوآته، ولا زال يكشف العورات في الأمم، يكشف العورات. ولذلك بعض النساء تعتقد أن المودرن والعصرية والفاشن والموضة وغيرها والاتيكيت ومدري ايش الكلام اللي بعضه ينقض الوضوء ولا أعرف معناه، هذه التمدن الذي هو تمدن من الباب الخلفي لا من الأمام. ما التمدن في التهتك وكشف الأستار؟ لماذا إذا دعيت بعض النساء إلى الأفراح خلعت جلباب الحياء وأخرجت ثديها وأخرجت ذراعها وإبطها وفخذها، ثم قالت هذه الموضة؟ نعم، هي الموضة عندما رسمها الشيطان الرجيم ليخرجها من الحياء كما أخرج أمها حواء من الجنة.